عسلامة. أنا البريكة التونسية. إيه نعم، أنا اللي مقرمشة من البرة وفي قلبي بيضة سايلة. اليوم قلت نحكي حكايتي أنا بلساني، في عوض كل واحد يخرف خرافة على قياسه هو وشنوة يعجبه. أما قبل كل شي عندي عتب صغير على بعض التوانسة، فمشكون فيهم لبس روح وجلباب المؤرخ ولا يحكي في تاريخي وفي أصلي، وكي تجي تشوف تلقى معلوماته الكل جاية من جوجل وويكيبيديا. والتاريخ يا جماعة مش حاجة سهلة، التاريخ يلزم قراية وبحث ومقارنة بين المصادر، مش مجرد سطريين في الانترنت. مثال، فمشكون قال البريكة أصلا تركي على خاطر قارنها ببوريك، أما الحقيقة أنا والبوريك التركي مختلفين شكلا ومضمونا. البوريك التركي يتعمل بعجينة كيلو ولا يفكع، ويتخبز الأكثرية في الفور ولا يتلف على شكل رولي. أما أنا نتعمل بالملسوقة التونسية ونتقلى في الزيت، وفي قلبي بيضة صحيحة مع التونة والبقدونس والكبار. وزيد الكتب نفسها تحكي على أصلي وكيفاش الدول المجاورة تأثرت بيا. كتاب The Little Foods of the Mediterranean يذكر اللي البريك التونسي معروف في الجزائر باسم بوراك وفي المغرب باسم بريوات، وهذا يوري كيفاش المطبخ التونسي أثر عليهم. وكتاب The Africa Cookbook يذكر البريك التونسي كطبق تونسي أصيل. وكتاب The Great Book of Couscous يذكر زادة البريك التونسي ضمن تقاليد الطبخ في بلاد المغرب. وحتى كتاب موروكو يذكر اللي البريوات المغربية متأثرة بالبريك التونسي. يعني الحكاية واضحة، أنا تولدت في تونس، والجزائر والمغرب تأثروا بي أنا البريكة التونسية، مش مجرد أكلة، أنا قطعة من التراث التونسي. والمرة الجاية قبل ما واحد يحكي في التاريخ يلزم يحل كتاب مش كان صفحة في جوجل.